السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. الجزائر وجنوب إفريقيا جوج دول الحدود ديالها موروثة على الاستعمار، وبجوج طبق فيهم نظام الاستيطان، بحيث المستعمرين ديالهم دخلوا ليهم باش يبقاو فيهم ديما، حتى جات ميريكان بالنظام العالمي ديالها وريبات لهم الحفلة. من الصدف أن هاد جوج دول المغرب الرجولة كان تيدعمهم في وقت الاحتلال دعم مطلق ما قدروش يمسحوه من التاريخ. هذا هو. سي داود، انت في الكتاب هذا تقول كلمه، تقول لابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتوها من الشعب المغربي ومن ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الاولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعوهم ويعطيونا دراهم للجبهه. هذا من ناحيه الشعب. من ناحيه الملك ولا الملوك، يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوا؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا حنا نعطيوكم السلاح، وعطونا السلاح هم بروح. قال لك بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في البلد، نديوه نروح ديراكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. But there is one man who has traveled all the way to come and join us in this celebration. He is a former guerrilla fighter who eventually became a cabinet minister in his country and became the Minister of African Affairs. I visited his country in April 1962, and I said to him, I want to see His Majesty your king. He said, what for? I said, we have established an army. We want our soldiers trained. We want weapons. We want money. He said he understood my mission very well, precisely because he himself had gone through the experience we were undertaking. He said, get your men to Jerusalem. I will send a plane to bring them to my country, and I will train your soldiers. He said, what arms do you want, and where should I deliver them? I gave him details, and I said, deliver them to Jerusalem. He said, how much do you want? I said, I want 5,000 British pounds. Those days, 1,000 pounds was something like $1 million today. He said, you come back here tomorrow. I returned. He had said I should be there at 9, I was there at 8. And he said, here is the 5,000 that you want. I want no record. I want you to go and deposit this money in your bank in London. Then he asked the question, do you still want to see His Majesty the King? I say, no, I don't. Now,
introducing an old friend and ally in the struggle for liberation. This is Dr. El Khatib from the Kingdom of Morocco. I want you to give him another cheer. I am sorry that the leaders I have mentioned are not here because they played also a very magnificent role. And that role has been played by many leaders in almost every country today. And we are grateful to all of them. But our thanks go to this stalwart, who was one of those architects of our armed struggle. واخا كانت خرجات فرنسا وبريطانيا من الجزائر وجنوب افريقيا، كانوا فقط خرجوا من الباب وعاوتاني رجعوا لهم من الشرجة، وهما اللي كانوا تيحركوا خيوط البلاد والاقتصاد. فرنسا كانت كتحلم باش ترد الجزائر بوابة ديال افريقيا من الشمال، وبريطانيا ردات جنوب افريقيا هي البوابة من الجنوب. فاش كان عصر الابارتايد والبيض هما اللي حاكمين، كان جنوب افريقيا احسن من بزاف ديال الدول الاوروبيه، وبطبيعه الحال هذيك الارقام والاحصائيات كاع ما كتعكس الواقع ديال المواطن الافريقي، بحيث انه كان عايش عيشه الدبانه في البطانه. جنوب افريقيا هي رقم واحد في العالم من حيث الاجرام، رقم واحد في الايدز، السكن العشوائي، تقدر تقتل على شي حاجه تافهه، على شي سبرديله ولا تيشيرت. اما فين ساكنين البويض مدورين عليهم السور، كاين عندهم الامان، مدارسهم وحده اخرى، حياتهم مختلفه على حياه الافارقه. بلاد الكابرانات القضيه كاع فايته طاقيه، لا تنميه لا بنيه تحتيه، حيت كل حركي ولا كابران الخدمه ديالو هو يعمر الصاك بالاورو ولا الدولار ويهربوا لبرا عند ولادو اللي كلهم عايشين تما باسبورات اجنبيه. وبصبع اللي الدوله ديالو بتروغازيه، الدوله ديالو الوحيده اللي في منظمه الاوبيك وتيشد فيها الصف، وهذا الشيء اللي خاصو يتسجل بسميتهم في اليونسكو. المهم التحالف ديال هاد جوج دول الجزائر وجنوب افريقيا ما كانش غادي يكون كل ما كانش المغرب الدوله العريقه اللي ما ترسمتش الحدود ديالو بالمسطره، هو الوحيد اللي ما تعترفش بالحدود الموروثه على الاستعمار، وكل ما غتسمح ليه الفرصه غادي يرجع طرف من الحدود ديالو الحق حتى غيرجع كل شيء وكاع غادي يفوتها. المهم في ظل التحولات المتسارعه اللي تعرفها العالم، رئيس جنوب افريقيا رامافوزا اللي بلاده عامره بالمشاكل وغاده في الحدوره غادي يزور الكابرانات والدميه ديالهم خايب السميه، والهدف الوحيد من هذه الزياره كان هو المغرب. الزياره كانت غير يومين ماشي ثلاثه بحال اللي دار ماكرون في كانوسا. باش تجي جنوب افريقيا عند الكابرانات وقيتها بلادهم منبوده وكل شيء تيهرب منهم، خاص جنوب افريقيا تكون وصلت ليها العظم والمغرب فرفر ليها الضمير وشي حاجه كتطبخ على نار هاديه مخلوعين منها. جنوب افريقيا كانت هي الطوب ديال افريقيا، وبعيده بزاف على اقرب المنافسين ديالها. ملي شافت المغرب حيد الكاشه بدات في دعم بوزبال بكل القوه. هذا الدعم غادي يزيد يتقوى من يرجع المغرب للاتحاد الافريقي، وبدا خطه الانزلاق الارضي اللي بسياسه رابح قلب كاع الموازين وهجم عليها حتى في المجال ديالها فين تيهضروا الدول الافريقيه الانجليزيه. المغرب زرب على جنوب افريقيا في البنوك، في قطاع السيارات والطيارات، في الطاقات المتجدده، وهذا الشيء في مده قصيره، وغادي يزرب عليها في كاع الميادين الاخرى، حيت كاع الارقام كتقول ان المغرب طالع وجنوب افريقيا هابطه في الحدوره. هذا الشيء بطبيعه الحال كاع الدول الافريقيه كتشوفه وحتى هي كتستفد من تطور المغرب. التعامل ديال المغرب حنين وزوين ورجوله، زائد عجبهم الحال ملي شافوه كيفاش زرب على فرنسا وكيفاش كيتعامل راس براس مع اوروبا. وهذا الشيء اللي غادي يفرفر الضمير لجنوب افريقيا، حيت الافارقه ولاو تيشوفوا في المغرب البيج برادر. زياره رئيس جنوب افريقيا للجزائر محاوله بائسه يائسه، هذيك رقصه الديك المذبوح باش يعاودوا ترتيب الصفوفه ديالهم، يواجهوا النفوذ المغربي ويشوفوا كيفاش يديروا لهذاك التراجع ديال الدعم الدولي لجبهه بوزبال
واستمرار سحب الاعترافات بجمهورية الوهب. وكما شفتوا بعد هاد الزيارة، هاد التراجع ديال الدعم الدولي غادي يتعزز بسقوط آخر حليف ديال الكابرانات في الشرق الأوسط، هو نظام بشار المجرم. جنوب إفريقيا عارفة نقطة ضعف الكابرانات وعقلية عشرة عقل ديالهم. داكشي علاش رئيس جنوب إفريقيا راه ما جاش فابور، بل حتى تدفعات الملايير ديال الدولارات جزء كبير منها مشات الحسابات ديالو الشخصية في الخارج. رئيس جنوب إفريقيا حتى هو مهدد، وفي أي لحظة يقدر يطرى ليه داكشي بحال اللي طرا لبشار ويهرب. وجنوب إفريقيا غدا ولا بعدو غتسمعوا فيها شي انقلاب مفرفر للضمير، حيت طريق الكبرانات بلا ما نذكركم راه كحلة زحلة. هاد المساخيط فيهم شي لعنة، اللي حط فيها يديهم ولا حط يديه في يديهم هزوا الماء الله يحفظ. جا الرئيس الإيراني عندهم واخا مسكين صلى صلاة الشيعة عندهم، طاح الطيارة ديالو مشى فيها. جا ماكرون عندهم وتعانقوا، فرنسا ترونات فيها وكانت كاع غتمشي، والحزب ديال ماكرون خسر في الانتخابات. جا قيسوس سميقل تونس، لا غد لي تونس ولات كتشد الصفوفه، والرئيس تا هو براسو تيهبط تيدور في الحوانت واش كاين الحليب والزيت، لوحه وتفرفر مولاي الصديق. اما الرئيس الموريتاني مسكين جا لعندهم وكان غير رجع في الصندوق بعد ما تقشل الحارس الشخصي ديالو في الطريق. اخر واحد اتصل بشار الاسد كان هو تبون، ساعات من بعد غادي يلوحها ويهرب ودلاب. وخذ هذه المعلومه مولاي الصديق، صدق او لا تصدق، الاتراك الا شافوا كلمه الجزائر راه تيغطيوها وما تيبغوش يشوفوها ولا ينطقوها، حيت بالتركيه الجزائر كتعني النحس، لوحها وتفرفر مولاي الصديق. التنافس الحقيقي في افريقيا راه بين المغرب وجنوب افريقيا. الجزائر مجرد كومبارس هبيل وغبي غير كيتردى. في التوازنات القادمه اللي فيها مقعد دائم في مجلس الامن اللي غيتعطى لافريقيا، جنوب افريقيا واكله الخليع مزيان، حيت كاع ما كانت دايره بحساب المغرب غادي يولي بسرعه بهذه القوه. جنوب افريقيا غيتفرفر لها الضمير وحاضيانا ليل ونهار، كتشوف كيفاش المغرب تفرض الرؤى ديالو صحه، من انبوب الغاز ديال نيجيريا، المبادرات الساحل والصحراء، الحلف الناتو الاطلسي الافريقي. والاهم من هذا الشيء، ولا الدول الافريقيه كتطلب من المغرب باش يتفاوض بلاصتها مع القوى الكبرى. داكشي علاش جنوب افريقيا ضغط وطرا لها داكشي اللي كيطرا فاش تيشد غريق في غريق. من ورقله الاسرى. نعم. أنا عندي 40 سنة. نعم سيدي. طول صغير جواد الشيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل ان شاء الله. وقال بني أمر وقت آخر، قال لك سباب هلاك الجزائر الصحراء الغربية. ايه هذه الأمانة اللي قلتها لك وتعرف براسك ان شاء الله.